السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكل هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هنعمل بقى فيديو جامد جدا. هو ايه؟ هنعمل تورتاية كده نص شوكولاتة ونص فانيليا. الفانيليا هتكون من فوق كده محطوط عليها يعني فواكه. طبعا تقدري تستخدمي اي فواكه موجودة في السوق او اي فواكه موجودة عندك في التلاجة. ونص شوكولاتة كده تحفة تحفة تحفة. يا جماعة هي دي والله تورتاية واحدة من نص كيلو دقيق اسبونج. تمام. 4 طبقات، يعني هنكون مقسمينها كمان 4 طبقات، يعني نص شوكولاتة ونص فانيليا. تمام. التورتاية دي تحفة جدا، وكانت معمولة كده بحب كده وبمزاج جامد، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. طبعا للمبتدئين، لو انتوا طبعا لسه مش غاويين قوي تعملوا تورت وتعملوا حاجات حلوة، جربوها وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. وان شاء الله هتكونوا متمكنين في عمايل التورت والحاجات الجميلة دي اللي احنا بنقدمها لكم. يا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم وبتنال رضاكم. ما تنسوش حبايبي تعملوا اشتراك للقناة لو انتم مش مشتركين عندي في القناة، وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصل لكم اشعار بأي حاجة بنزلها جديد. وتابعوا بقى فيديوهاتي واتفرجوا عليها، وكمان كومنت حلو من عندكم بقى، قولي لي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم. وتعالوا بقى نشوف مع بعض الطريقة وطريقة التحضير بتاع التورتايه الجميلة بتاعتنا دي. اول حاجة عندي 6 بيضات للنص كيلو دقيق اسبونج. تمام. 6 بيضات دي دول بيكونوا في درجة حرارة الغرفة، او يكونوا خارج التلاجة. تمام. احنا مش عايزينهم يكونوا ساقعين كده عشان يخلوا القوام معانا مرتفع كده ويظبط معانا القوام بتاعنا. تمام. وبنضيف كده فانيليا، انا عندي فانيليا بني، لو انتوا عندك فانيليا بودر تمام ضيفي اللي موجود عندك. ونص كيلو من الدقيق الاسبونج زي ما قلنا. تمام. الدقيق الاسبونج ده بيكون متوفر في المحلات بتاع يعني الحلويات، ادوات الحلويات اللي انتوا ايه بتجيبوا منها، يعني خامات الحلويات. تمام. بيكون في دقيق اسبونج وشوكولاتات وكريز وكل الحاجات اللي يعني الجيلو والشوكولاته والجيلو الفراوله وكل الحاجات دي بتلاقوا عندهم، والدقيق وكل الحاجات دي في المحلات بتاع الخامات بتاع الحلويات. تمام. كل واحد بقى وعارف المنطقة بتاعته وفيها فين. مش هتلاقوها في المحلات العادية ولا السوبر ماركت بصراحة، مش على طول بتبقى متوفرة فيها. وكمان اختاروا الخامات الحلوة. تمام. مش الخامات الرديئة، يعني أجود الخامات اشتغلوا بيها. أنا ضربت كل القوام لحد ما بيض كده معايا زي ما انتوا شايفين، وحضرت بقى القالب اللي انا هضيف فيه. هقسم الخليط لنصين زي ما عرفتكم في الأول، اللي انا هعمل نص شوكولاته ونص كريمه. طب هنعملهم ازاي؟ هنقسم الخليط في نفس الصينيه، لو عندك صينيتين بنفس المقاس هتعملي كده. تمام. لو مش عندك هتعملي زي ما انا ما عملت، النص وتضيفي في الفرن. طبعا انا كنت مشغله الفرن قبل ما اشتغل عشان يبقى دافي على درجه حراره 180. وبمسك كده نص الخليط التاني وبضيف بقى عليه الشوكولاته اللي هي الكاكاو. تمام. انا ضفت معلقه واحده بس من معلقه الاكل كده. تمام. وهخفق كده بالمضرب الكهربائي وهشوف بقى النظام ايه. بصراحه لقيته لسه مش واخد معايا اللون اللي انا محتاجاه. وبصراحه انا ما بحبش الكاكاو كتير، لان الكاكاو اللي انا بستخدمه اللي هو الكاكاو الاسباني اللي هو الخام التقيل جدا، ما فيهوش اي سكر. تمام. ضفت كمان وعليهم شويه ميه حبه بسيطه جدا، قد معلقه كده، معلقه شاي، معلقه اكل. تمام. وبقلب كده كل الجوانب بتاع البولة بتاعتي، وببتدي بقى اضرب كويس جدا عشان الخليط كده يظبط معايا. طب انا ليه ضفت ميه؟ لان الكاكاو بينشف الكيك بتاعنا. تمام. انا كده طلعت معاكم النص اللي انا دخلته اللي هو بالفانيليا. تمام. وكده غسلت الصينيه بتاعتي وجبت ورقه الزبده، ودهنتها كده بشويه زيت زي ما عملنا في الاولانيه. وبعدين بقى ضفت كده ايه القوام بتاع الكيك الشوكولاته. تمام.
طبعًا حبيتِ تقللي لون تكتري اللون بتاع الشوكولاتة الكاكاو زي ما يعجبِك، حبيتِ تزودي أو تقللي ده يرجع لِك تمام، لراحتِك. أنا هنا في الإضافات اللي أنا ضفتها في الكيك نفسه ما ضفتش سكر وما ضفتش فانيليا وما ضفتش بيكنج بودر، الحاجات دي كلها بيبقى فيها. طلّعت كده الكيك بتاعنا الشوكولاتة برضه اختبرته بالسكينة أو بخلّة، وابتديت بقى إيه، أجيب بقى الجوانب كده بتاعته بحيث إن أنا أفرّغ الجوانب كده اللي هي لازقة في الصينية عشان أعرف أطلّع الكيك بتاعنا بكل سهولة زي ما أنتم ما شايفين كده، وخرج معايا كده بالشكل ده، وهابتدي بقى أشيل منه ورق الزبدة، وهاقول لكم بقى هنعمل خطوة حلوة أوي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي وتابعوا الفيديو للآخر. تمام، أنا سِبت بس الكيك يبرد، وجِبت بقى إيه، نُص كيلو من ربع كيلو آسفة، من كريم شانتيه الخام من غير سكر، وجِبت كوباية مَيّة متلجة من الفريزر، كوباية ألمونيا. أنا باضيف مَيّة مثلجة من الفريزر، تحبي تضيفي لبن برضه مثلج زي ما يعجبِك، بس بصراحة ما شاء الله الكريم شانتيه أصلًا بيبقى طعمه حلو وكمان ما شاء الله بيبقى يعني دسم، تمام. هاضيف بقى السكر البودرة زي ما أنتم شايفين كده، أنا بابقى مخلية عندي سكر بودرة وشايلاه عندي في البيت، لو حابة أستخدم بقى أستخدم براحتي زي ما أنا عايزة، تمام. وطبعًا المذاق بتاع السكر زي ما أنتم ما حابين، حابينه الكريم شانتيه يبقى مسكر، ضيفي شوية بشوية وذوقي لحد ما يطلع معاكِ الحاجة اللي أنتِ بتحبي مذاقها زي ما تمام. ضربت كده كل الخليط الكريم شانتيه مع السكر عشان السكر يكون حبيباته نعمت خالص للآخر، بابتدي أذوق أشوف أنا محتاجة تاني أضيف والّا لأ. بصراحة كنت محتاجة وضِفت كمان معلقتين من السكر البودرة وقلّبت كُلّه والكلام ده بالمضرب الكهربائي لحد برضه ما يندمج مع بعضيه والسكر يدوب كُلّه. وكمان لو أنتِ عندِك عجّان تقدري تعملي الكلام ده برضه كُلّه في العجّان، لو مش عندِك يبقى خلاص المضرب الكهربائي هيقوم بالمهمة. ما ينفعش يا جماعة في الكيكات اللي إحنا بنعملها اللي هي بتاع السبونج مضرب عادي مش هتدّينا نفس النتيجة ولا هتدّينا الارتفاع اللي إحنا بنبقى عايزينه والسبونج بتاع الكيك. خلصت كده شايفين بقى القوام بتاع الكريمة عامل إزاي؟ هو ده ما شاء الله لمّا تكوني بترفعيها كده تعمل كده بوزة منقار كده، هو ده اللي إحنا عايزينه، تمام. خدت شوية من الكريم شانتيه السادة، ضِفت عليهم كاكاو زي ما أنتم شايفين حطيتهم في البولة، وقلّبت كل الكلام ده مع بعضيه عشان يدّينا كريم شانتيه بالشوكولاتة أو بالكاكاو، تمام. زي ما أنتم شايفين كده بنجيب كده الجوانب عشان بس ما فيش حاجة تتوه كده ولا حاجة يبقى لونها غامق وحاجة تبقى لونها فاتح، تبقى كلّها إيه، لون واحد وتكون مندمجة كلّها مع بعضيها، تمام. عايزة بس أقول لكم شوية نصايح، أهم حاجة كيكة الإسبونج تكوني ضارباها كويس أوي بالكبة قصدي تضربيها كويس أوي بالمضرب الكهربائي أو بالعجان، لإن هي دي بصراحة يعني مش أقل من 10 دقايق عشان تدّيكِ النتيجة الكويسة، تمام. أنا في الأثناء دي كنت باجيب إيه، الكيك بتاعنا اللي إحنا عملناه اللي هو نُص شوكولاتة ونُص كاكاو، نُص كاكاو قصدي ونُص أبيض فانيليا. بابتدي بقى جِبت الحروف بتاعته اللي من تحت وباشيلها، وجِبت اللي من فوق اللي هي الطبقة كده الوحشة دي اللي مكرمشة اللي إحنا مش بنحبها ومش بنحب نستخدمها، عشان نطلّع معانا تورتاية تحفة كده وما شاء الله تبقى جميلة. وكمان عشان هي مغمقة سِنّة بنشيل بقى الجوانب وبنشيل من فوق وبنشيل من تحت، بحيث إن إحنا بنضبّطها للاستخدام، تمام. زي ما أنتم شايفين كده، شايفين عاملين إزاي معانا، بعدين بقى هابتدي أقسمها على نُصّين. يبقى أنا كده هامسك كل نُص من الكاكاو أو نُص من الفانيليا هاقسمه نُصّين، يعني كده هيكون معانا المجموع كله 4 طبقات، يعني التورتاية بتاعتنا دي 4 طبقات ومضبوطين جدًا وما شاء الله تحفة، تحفة، تحفة. شايفين الجمال؟ أنا كده باشيل اللي من تحت عشان بصراحة مش هتبقى حلوة ولا أفضل حاجة، وباشيل برضه الطبقة اللي من فوق زي ما أنتم شايفين كده. مش هتطلع معانا حلوة لو إحنا سِبناها، فالأفضل إن إحنا نشيلها. زي ما أنتم شايفين كده بتتقشّر معايا بكل سهولة بإيديكِ أو بسكينة زي ما أنتِ شايفة.
هتبقى بالشكل ده في الآخر، وإحنا بنضبّطها مع بعضينا بقى كده، و وقسّمت برضه كيك الشوكولاتة، بتكون بقى إيه معايا القاعدة بتاعتي بتاع التورتة اللي أنا باشتغل عليها. طبعًا عملنا مع بعض شوكولاتة الكريمة بالفانيليا وبالشوكولاتة. هامسك النص بتاع الشوكولاتة، كيك الشوكولاتة، أجلِّس كده من تحت عشان الطبقة دي تثبت في القاعدة اللي أنا باستخدمها. ونفس الكلام هاجي بقى عند إيه، أنا قسمت كده النُص، ضِفته في كيس عادي، والله ما كانش عندي ساعتها أكياس اللي هي أكياس الحلواني اللي هي بتاع الكريم شانتيه، فاستخدمت أكياس اللبن العادية اللي هي بتاع التلاجات. ابتديت بقى اشتغلت بيها وضِفت فيها البلبلة بتاعة اللي أنا هاستخدمها واللي أنا هاعمل بيها الأشكال بتاعتي في الآخر، تمام. وبامسك كده، طبعًا عندي سباتيولا اللي هي مكانها الشوكولاتة كريمة بالشوكولاتة، والسباتيولا بالكريمة برضه إيه بالفانيليا، تمام، عشان ما أبهدلش الدنيا ولا أي حاجة، تمام. هتبقى كلها إيه في الآخر، هتبقى شكلها جميل جدًا، شايفين الكلام؟ بُصّوا، بامسك برضه زي ما قُلت لكم كده النُص الشوكولاتة، باحط له الكريم شانتيه بالشوكولاتة أو بالكاكاو، تمام. ونفس الكلام الفانيليا باضيف لها الكريم شانتيه الأبيض اللي هو بالفانيليا، اللي مش متضاف له كريم شوكولاتة اللي هو الكاكاو، تمام. زي ما أنتم شايفين كده وباجلِّس وبس. هو ده في الأول وفي الآخر، ده كُلّه ده في النُص مش هيفرق معانا خالص في إن إحنا نضبّطه خالص ونسويه أوي، عادي. أهم حاجة إن طبقة الكريم شانتيه تبقى حلوة عشان الكيكة بتاعتنا تطلع جميلة. أنا ما سقّيتش كده الكيك بتاعنا، لإن هو معايا ما شاء الله يعني sponge كده وهَش، مش محتاج إن أنا أسقيه. لو أنتم حابين تسقيه، ممكن تقدري تحطي سيرب اللي هو شربات عادي، أو تقدري تحطي لو أنتِ جايبة مثلًا كومبوت أي حاجة اللي هو مثلًا خوخ أو أي فواكه، يعني مثلًا أناناس أو مشمش أو أي حاجة من اللي هي المُعلبات دي، تقدري تصفّي منها الفواكه وتاخدي الكومبوت اللي هو المَيّة دي، تسقّيه برضه بيها، تدّي طعم حلو وتبقى كمان يعني مميزة، تمام. أو لو مش عندِك يبقى شربات عادي سيرب خفيف، تمام. وتقدري تسقّي بيه بقى لو أنتِ حاسة إن الكيك بتاعِك يعني محتاج كده إيه، يبقى طري أكتر من كده، تمام. بصراحة الكيكات ما بتقدريش تاكليها غير تاني يوم، مش حكاية ما بتقدريش، بتبقى أحلى وتزيد طعمتها وحلاوتها، عشان تتشرّب بقى، والكريم شانتيه بصراحة يعني يتشرّب فيها، والكيك تبقى أطرى وطعمها أحلى وتسقع وتجمد، وتبقى كل الكلام الجميل ده. حطيت روزيتات في النُص ما بين الشوكولاتة، من كيك الشوكولاتة وما بين كيك الفانيليا. وجِبت هنا عندي علبة من الشوكولاتة، الشوكولاتة دي كانت كوفرتينا، ضِفت فيها 6 مكعبات في طبق ألمونيا عادي، أو في أي حاجة تقدري مثلًا لو طبق عادي وعندِك ميكروويف، تحطّي فيه، بحيث إن هو يا دوبك الشوكولاتة دي تفُك. وهنشوف هتفُك إزاي. هنحط بقى معانا معلقتين كده من معلقة الأكل بتاع اللبن أو 3 بالضبط، تمام. عشان بس نسيّحهم، أنا هاسيّحها على البوتاجاز، ما عنديش ميكروويف، فعادي خالص، تمام. وأضيف معلقة واحدة من زيت الذرة، تمام، عشان يدّوا كده اللمعة الجميلة. وعندي فواكه اللي موجود عندي في التلاجة، عندي أناناس، وعندي مانجا. طبعًا إحنا دلوقتي في موسم المانجا، ما شاء الله تقدروا تعملوا تزيينات جميلة بالمانجا، هتكون طعمها تحفة. وعندي تفاح، تقدري بقى كمان تعملي وتبدعي باللي أنتِ عايزاه. وقطّعته شرايح زي ما أنتم شايفين كده. هنعمل حاجة زي المروحة زي ما أنتم شايفين كده، بنمسكها بخِلّة ونضبطها مع بعضينا، تمام. زي ما أنتم شايفين كده، قطّعي شرايح بس رقيقة، تمام. وكلّه في الآخر هيدّيكِ شكل حلو. قطّعت شرايح بالقشرة لإن أنا متعمدة أعملها كده، لإن عايزين نعمل ألوان زي ما أنتم شايفين كده، ألوان اللي هي بالأناناس اللي هو اللون الأبيض واللون الأحمر واللون الأخضر، وكمان اللون الأصفر اللي هو بتاع الأناناس أو الأورنج.
وهنشوف بقى. بصوا انا كنت بوريكم الطريقه دي، انا كده جبتها لقيتها كبيره بصراحه، حسيت ان لا ما شاء الله هتبقى اوفر قوي، فمسكتها كده. يعني عايزه اقول لكم ان هي لو هي تسمح مقاس، ممكن تحطوها لو هي مثلا تورتايه فواكه بس. تمام، انا قسمتها نصين زي ما انتم شايفين كده، لان بصراحه المكان مش هيسمح معايا، فوريت لكم برضو الطريقه اللي انا بستخدمها، او في التزيينات اللي انا بستخدمها معايا. تمام، ومسكت بقى شويه من التفاح زي ما انتم شايفين كده على شكل المروحه، وابتديت حطيتهم جنب ايه المانجا معايا. تمام. عايزه اقول لكم ان انا مش مظبطه قوي الوش بتاع الحاجات، لان هو بصراحه كله هيتغطى. تمام، وانا كده بعد ما الجارنش بتاعي الشوكولاته بتاعتي خلاص كمان بردت. اهم حاجه تكون بردت عشان ما تمسكش الكريمه تسيح من سخونية الجناش اللي هو ايه بتاع الشوكولاتة. تمام. بنقلب بالراحة خالص بحيث ان كل اللي احنا عملناه ما يتبهدلش. تمام. ونحرك بالمعلقة حاجة خفيفة، الحتت التخينة بنوزعها على الحتت الرفيعة زي ما انتوا شايفين كده، بطريقة سهلة وبسيطة، وما خدش معانا حاجة. احنا مش محتاجين غير النص بس اللي هو بتاع الشوكولاتة، كيك الشوكولاتة، هو ده اللي نبطنه من فوق. تمام. جبت كده بسكوت زي ما انتم شايفين كده، وحطيته، وجبت كمان اللي هو بسكوت مغلف بالشوكولاتة، وجبت كده بصوا فول سوداني برضو متغلف بالشوكولاتة، اللي هو زي شوكولاتة شيبس كده، بس اللي هو مش بالشوكولاتة من جوه، فيه فول سوداني. وجبت جيلو المانجا وضفت عليه من فوق من البسكوتات، وضفت من الجوانب زي ما انتم شايفين، ونزلت كده يعني زي ما انتم شايفين كده نزلت بالجوانب. وعندي كريز اخضر واحمر، مره بضيف اخضر ومره بضيف احمر لحد ما بوزع في الجوانب بتاع الناحيه بتاع الكيك الشوكولاته زي ما انتم شايفين. طبعا التزيينات زي ما انت محبه خالص، ابدعي وظبطي. جبت بقى الجناب شوكولاته بتاع فول سوداني مجروش، اللي هو نص جرشه كده، يعني مش مكسر وناعم خالص، ولا اللي هو سليم زي ما هو. وشفتوا الجوانب بقى عملت فيها ايه. نزّلت كده زي يعني نازلة كده زي ما أنتم شايفين، أكنّها نازلة وسايحة كده في الناحية بتاع الفواكه. تمام. والناحية بتاع الناحية بتاع الفواكه قصدي فول سوداني، والناحية بتاع الشوكولاتة نزّلت زي ما يكون زجزاج كده، أو نازلة كده سايحة على الجوانب بتاع كيك الشوكولاتة زي ما أنتم شايفين كده. الشكل بسيط جدًا وممتاز والله العظيم، تورتاية في الآخر كانت طعمها تحفة، تحفة، تحفة. وأنا آسفة بقى إن أنا ما خرّجتلكوش من جوّه، بصراحة ربنا مهولة وطعمها تحفة وجميلة جدًا. 4 طبقات، تخيّلوا بقى، من جنب كده شوكولاتة، ومن جنب كده فانيليا، ومن فوق فواكه، وتزيينات خفيفة وبسيطة. لو انتوا حابين بقى تعملوا نفس التزيينات اللي انا عملتها اعملوها. طبعا لو متوفر فراولة ضيفوا فراولة، المتوفر في السوق استخدموه. متوفر كيوي اعملوا بالكيوي برضو، بيدي شكل احلى كمان واجمل. أنا كان عندي زي ما قُلت لكم المانجا والتفاح، أناناس، تقدري اللي موجود عندِك اعمليه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة يا حبايبي.